تعال اقول لك تسريب تشكيلة الاهلي مع المدرب الجديد. ومين هو المدرب الجديد؟ ياسر شروب، وايه مميزاته وايه عيوبه. وفي اخر الحلقة هقول لك اخبار كاس السوبر المصري وخبر وحش فيه، وايه اللي حصل مع الكابتن عماد النحاس. حلقة سريعة بس فيها كل الفيتامينات اللي انت محتاجها. يلا بينا نبدأ. وقبل ما نبدأ عايزك تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في غزة وتعمل فولو ولايك. يا جماعة كل الناس اللي بتتفرج مش عاملة فولو ليه؟ اعمل فولو واعمل لايك، خلي القناة تطلع، انا لسه ببدأ ومحتاج الدعم دوت قوي. اول حاجة، مين المدرب الجديد؟ هو المدرب الدنماركي ياسر شروب. وزي ما انتم شايفين قدامكم ديت الفرق اللي دربها وديت بعض انجازاته. هو صحيح مفيش انجازات اوفر قوي نقدر نحتسبها له، بس هو مدرب مميز بفكره. طيب ايه هي مميزاته؟ اولا بيحب الكرة الهجومية جدا، راجل هجومي جدا. الكرة بتاعته فيها نوع من انواع الهجوم، وطريقة اللعب طريقة لعب مباشرة، ما بيحبش من اخر الحنكشة، لا بيبني لعب بطريقة سريعة، وفي نفس الوقت الهدف الاساسي عنده احراز الاهداف. يعني انسى حوار 6 فوتبول، ممكن ما تشوفش مع الراجل دوت الكرة المثيرة والكلام ده، لكن هتلاقي نتائج غريبة. هتلاقي ماتش بيخلص 3 4 5 على حسب المنافس، بس اللعب بتاعه هدفه الاول والاخير المكسب. الراجل دوت لما سالوه قالوا شفت ماتشات الاهلي في كاس العالم؟ قال لهم شفتها، وقال شفت طريقه اللعب. وعلى فكره النادي الاهلي كان بيلعب كويس بس كان ناقصه تسجيل الاهداف، ودوت اللي انا جاي اشتغل عليه. هو جاي عشان يجيب لك ويحقق لك اللي انت تدخل اكتر عدد من الاهداف، ودوت اللي ناقص النادي الاهلي فعلا الفتره ديت. طيب وايه تاني من مميزاته؟ من مميزاته تاني اللي هو شخصيته قويه، هيقدر يفرض شخصيته على اللاعبين، وفي نفس الوقت هيقدر يسيطر على غرفه الملابس. وقبل ما اقول لك تشكيله النادي الاهلي المتوقعه مع المدرب، تعال نتكلم في نقطه عيوبه. هو مش احسن مدرب للدفاع. اولا هو كان لاعب كره قدم، كان مهاجم، ففكره كله في الهجوم، مش احسن حاجه في الدفاع. فربنا يستر في الحته ديت، لان هو كمان بيستخدم خطه تعتبر او اغلبيه الوقت بيلعبها اللي هي 3-4-2-1، فبيعتمد على 3 مدافعين اصلا. نيجي بقى للتشكيله المتوقعه. التشكيله زي ما قلت لك هي هتبقى 3-4-2-1. عندك في حراسه المرمى الشناوي، وبعد كده عندك قدام المدافع المخضرم ياسر ابراهيم، وهيبقى جنبه محمد هاني، وهيبقى جنبه ياسير مرعي. هتقول لي ايه ده؟ بس اقول لك لان في نص الملعب هيبقى عندك 4، هيبقى عندك طرفين. اول واحد فيهم زيزو، تمام، لانه هيبقى هدفه الاساسي اللي هو ياخد الكوره، لو لمه بعديها هيرفع لعب مباشر، مفيش لم ويرجع، ولا هدفهم يوصلوا للمرمى باسرع الطرق. وهيجي من الناحيه التانيه عندك تريزيجيه، وعندك في النص هيبقى مروان عطيه علشان هياخد بعضه بعد كده يرجع يساند خط الدفاع، وعندك بن رمضان عشان هيساعد في بناء الهجمه. وقدامهم هيبقوا مين؟ الثلاثه اللي قدام هيبقى بن شرقي، والناحيه الثانيه المتاح حاليا هو محمد طاهر لحد ما يرجع حسين الشحات من الاصابه. وراس الحربه هو جراديشار. هما اداره النادي الاهلي مستنيه راي المدرب في جراديشار، لو قال هيكمل معايا هيكمل، مش هيكمل ساعتها هيتم بيع جراديشار وهيجيبوا مهاجم تاني بنسبه كبيره، هيبقى يا اما اسد الحملاوي يا فاستون مايل. بعد ما قلنا التشكيله ندخل على اخبار كاس السوبر المصري. كاس السوبر المصري هيتلعب يوم 20/10. هيبقى الفرق المشاركه 4. الزمالك هيلاعب بيراميدز، والاهلي هيلاعب سيراميكا كليوباترا، واللي هيكسب من هنا هيلاعب اللي هيكسب من هنا. الخبر السيء اللي حسين الشحات بنسبة 90% مش هيبقى في القايمة اللي هتسافر للبطولة ديت. وطبعا الخبر ده هيفرح كل الزملكاوية بعد اللي هو عمله في لقاء القمة اللي فات. بالنسبة لكابتن عماد النحاس، كابتن عماد النحاس خلاص راح الدوري العراقي الزورق، هيدرب نادي الزورق في الدوري العراقي درجة أولى. وربنا يوفقك كابتن عماد النحاس، وحابب أشكرك جدا لأنك كنت بجد اصيل، لازم نديله حقه يا جماعه. الراجل دوت اخد النادي الاهلي من المركز ال 12 خلاه يعتبر المركز الاول حاليا في الدوري المصري بعد ما يلعب الماتش المؤجل ليه ويكسبه ان شاء الله. والمدرب الجديد هيبدا في الماتش بتاع افريقيا، تتوقع هينجح ولا لا؟
ما دام وصلت لهنا يبقى الحلقه عجبتك، عايزك تعمل لايك وسبسكرايب وتتابعنا وتستنى الحلقه الجايه، عشان الحلقه الجايه نار نار يا حبيبي، نار. وبس كده.